تحلو الحياة في الملتقى، تحلو الحياة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه هي قصة التطوع في صالح الناس والمجتمع، قصة فريدة بديعة بعظم فعل الخير والتوعية. بين الإخوة والأحباب، بين الإخوة والأحباب، ملتقى الخبر أجمل، كل ما فيه يكمل، باغي الخير. فريقنا حمل على عاتقه هم سلامة المجتمع من أخطار الحوادث المرورية ومهالكها، فسارع إلى صناعة برنامج توعوي مميز. نعم، إنهم سفراء السلامة المرورية، سفراء الأمان والاطمئنان، سفراء الطريق الآمن، سفراء رفعوا لواء نفيسا فحواه. السياقة آمنة، السياقة أمانة، فلنجعلها آمنة. مزدانة بيد الشباب، ملتقى الخبر أجمل، كل ما فيه يكمل، باغي الخير فأقبل، بين الإخوة والأحباب، بين الإخوة والأحباب. تقوم على صناعة شوارع آمنة لمرتاديها ولسائقين مدركين لأصول القيادة الآمنة، من خلال تحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع. مرتكزاتها تقوم على حفظ النفس والمال والسلامة والأمان والانضباط. في ظل الرقم المهول الذي نشهده في الحوادث في المملكة العربية السعودية، وقلة الوعي والثقافة المرورية للسياقة الآمنة، وبعد بغض النظر من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والجهات المعنية في البلد، إلا أنه ما زال مستوى الثقافة والوعي أقل بكثير مما يطمح إليه أنه ينقص مستوى الحوادث أو نسبة الحوادث في المملكة. حقيقة ظهر أخونا مؤسس الفريق الأستاذ عثمان الغامدي بفكرة تأسيس فريق تطوعي بحت دون يعني دعم في بداية الأمر، باسم أو بمسمى سفراء السلامة المرورية. سفراء السلامة المرورية عندما تأسس كان له رؤية ورسالة وله قيم يعمل على أساسها. فالرؤية الأساسية شوارع آمنة خالية من الحوادث، وسائقين مركبات مدركين لأصول السلامة والقيادة. والرسالة كانت أن تكون أن يعمل المجتمع يدا بيد من أجل مجتمع آمن وسليم إن شاء الله من الحوادث. أيضا لنا من القيم ما هو حول الحفاظ على النفس والمال والسلامة والأمان، وأيضا الانضباط في ظل المخالفات الموجودة الآن. سفراء السلامة المرورية هو عبارة عن فريق تشكل، وبحيث يكون هناك سفير يتلقى العديد من التدريبات للحصول على مهارات الاتصال والتواصل، أيضا تحمل الضغوط، وأيضا أصول الخطابة والتواصل مع الآخرين، ليصبح سفيرا ويكون فريق يقوم بعمل مشاريع خاصة بالفريق الخاص فيه، حتى يوصل رسالة معينة يحمل همها ويحمل هدفها للوصول إلى أفراد المجتمع. محاكاة مصغرة لواقع المجتمع وضرورة القيام به وبوعيه المروري. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرزاق علي التركي، سفير من سفراء السلام للمعاقين. هذه المبادرة الطيبة التي نرى أنها وجدت كي تمنع أزهاق الأرواح، ونراها يوميا بل بالدقيقة في شوارعنا، واتفقنا أن نبلغ كل منا في أعماره وفي فئته حتى ينتقل الكلام بإيجابية ولا تكون فيها أي نوع من السلبية. فلدينا من السفراء من الصغار والكبار، نساء ورجال، لأن كل إنسان يسمع من عمره ومن فئته، ونرى أن يكون هذا هو ديدن هذه اللجنة الكبيرة والتي هي سفراء السلام. سميناهم سفراء لأنه فعل سفراء بحق، ليعطون الفكرة الطيبة عن قوانين المرور
والتي بفضل الله إن التزمنا بها ستكون قاعدتنا إلى السلام. إشارات وشاخصات وعلامات ومؤشرات وتوعية ومحاضرات ووسائل إيضاح ثم اعترافات. حقا إنه تميز في التوعية. ندعوك لزيارته في مركز سفراء السلامة المرورية لتكون سفيرا لنفسك ولمجتمعك نحو بيئة مرورية آمنة لنا ولأبنائنا. كان معكم من ملتقى شباب الخبر أبو بكر السيد. بين الإخوة والأحباب، بين الإخوة والأحباب، ملتقى الخبر أجمل، كل ما فيه يكمل، باغي الخير فأقبل.